ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير من داخل مصر وخارج مصر. طبعا موسم المانجا بقى، احنا بنعمل خزين رمضان يا حبايب قلبي. المانجا ما شاء الله، المانجا خزنتها اياتي بتاعت رمضان. مسكت كده جبت المانجا اللي تكون يا حبايب قلبي، اللي تكون مش يعني تكون جامده كده وماسكه نفسها المانجايه، بنمسكها نعملها بالسكينه وبنعبيها زي ما حضراتكم شايفين في الكياس كده. ما شاء الله خزين رمضان. طبعا انا دلوقتي بخزن كل حاجه طبعا عشان رمضان، مع انه بيجي بخيره، بس احنا برضو بنخزن العصير المانجا قبل المانجا طبعا ما تشطب. خلاص المانجا يا حبايب قلبي بتشطب، فاحنا نخزن بقى، نلحق نفسنا كده، نخزن مانجتنا ونخزن حاجاتنا بقى بتاعت رمضان. دلوقتي المانجا زي ما حضراتكم شايفين اهي ما شاء الله، نشفاها معبيها في اكياس اهي زي ما حضراتكم شايفين. قبل ما اعبيها في التلاجة بجيب كيس كده اهو، كيس من دي العادية دي او اي اكياس، بحط كل كيسين في قلب شنطة وادخلها في التلاجة اهو يا حبيب قلبي. طبعا دي مانجا فريش لسه جايباها النهارده، مسكتها غسلتها كويس جدا، عملتها بالسكينة طبعا كده، قطعتها بالسكينة، وبعد ما قطعتها بالسكينة عبيتها في اكياس زي ما حضراتكم شايفين كده اهي. بس انا حاولت ان انا ادعكها شويه، يعني اخليها زي العصير كده في بعضها عشان تسهل معايا في تسهل معايا في اما اجي اضربها في رمضان طبعا في الخلاط ما يقفش، تبقى سايله معانا اهي. بس مانجا صافي ما فيهاش اي ميه يا حبايب قلبي، ما فيش اي ميه فيها، مانجا صافي قطع اهي دي حبايب قلبي. طبعا هخزنها بقى خزين رمضان طبعا يا حبايب قلبي. طبعا دلوقتي الحاجات كلها بتشطب من السوق زي العنب زي المانجا. طبعا انا عملت الزبيب طبعا، وان شاء الله باذن الله خزنت العنب الاحمر زبيب، فاضل العنب اللي هو التاني الاصفر ان شاء الله البنات هجيب على يوم كده ان شاء الله عنب بقى طبعا عشان اعمله الزبيب طبعا اللي هو الاصفر النوع التاني. انا عملت النوع الاحمر زبيب وعينته، فاضل بقى العنب اللي هو الاصفر التاني ان شاء الله باذن الله قبل ما يخلص من السوق. طبعا ان انا هجيبه واخزنه ان شاء الله باذن الله. شايفين المانجا فريش لسه جايباها النهارده، مقطعها طبعا كده في الكياس وحطها اكياس اللبن. كل كيسين هعبيهم في قلب كيسه زي كده واحطهم في التلاجة، كل كيسين في كيسه. طبعا انا كنت احطهم في علبه واقفل عليهم في علبه اللي هي بتاعه التلاجة الكبيره، بس انا فضلت ان انا احطهم في اكياس احسن. اهيتي حبيب قلبي هعبي كده كل كيسين في كيسه وادخلهم التلاجة. اللهم صل على سيدنا محمد. خزين رمضان طبعا يا حبايب قلبي قبل ما المانجا تشطب من السوق، فاحنا بنعمل المانجا عصير طبعا زي ما حضراتكم شايفين. المانجا دي فريش لسه جايباها النهارده لسه طازه، عبيتها في اكياس غسلتها حلو وعملتها بالسكينه بقى وعبيتها في اكياس زي ما حضراتكم شايفين فريش اهي لسه جايباها النهارده اهي. طبعا بعبي طبعا اكياس المانجا في التلاجة بتغيب معايا من السنه للسنه طبعا حبايب قلبي. كل كيسين بحطهم في كيسه زي كده اهي. ادي الكيسه دي حطيت فيها كيسين، الكيسه التانية دي برضو اهي شفافه هحط فيها كيسين برضو اهي. انا جبت 3 اكياس ان انا اعبي المانجا بتاعتنا كده. اللهم صل على سيدنا محمد. دي مانجا صافي مش داخلها اي ميه خالص يا حبايب قلبي، لما نيجي بقى نضرب في الخلاط بنحط لها الميه. دي مانجا صافي مش فيهاش اي ميه خالص، مانجا صافي يا حبايب قلبي. بخزنها بقى عشان رمضان كده بالطريقه دي، بحط كل كيسين في كيسه اهو، كل كيسين بحطهم في كيسه زي كده اهو. اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. اهو يا حبايب قلبي حطيت المانجا بتاعتنا كلها، كل كيسين مانجا في قلب كيسه. المانجا دي طبعا خام يا حبايب قلبي مفيهاش اي ميه خالص، لما نيجي نضرب في الخلاط بنبقى نحط لها الميه بتاعتها بقى ونضربها. فاحنا هنخزنها في التلاجة كده زي ما هي. هندخل تلاجتنا بقى مانجة خزين رمضان اهي حبايب قلبي. دي مانجا صافي زي ما قلت لحضراتكم مفيهاش اي ميه خالص، دي مانجا صافي خالص. جبت المانجا من السوق بس اللي تكون ماسكه نفسها شويه، مش تكونش مستويه حبايب قلبي، تكون ماسكه نفسها شويه. جبتها، انا اسفه على الخبط، انا اسفه يا حبايب قلبي. طبعا المانجا تكون ماسكه نفسها شويه، طبعا بجيبها من السوق بعملها بالسكينه كده واغسلها وبعملها بالسكينه، وبعد كده زي ما حضراتكم شايفين عبيتها في اكياس واحطها في التلاجة
دي بقى اللي انا فرستها طبعا عشان رمضان اهي ما شاء الله. المانجا فريش لسه جايباها النهارده طازه، هخزنها بقى في التلاجة بقى عشان رمضان يا حبيب قلبي. طبعا اي فاكهه هتخلص من السوق بنلحق نفسنا ما نخزن الفاكهه اللي احنا عايزين نخزنها عشان رمضان. خزين رمضان زي المانجا، زي طبعا كل حاجه بتتخزن يا حبايب قلبي في السوق. اي حاجه طبعا تلحقوها عايزين تخزنوها خزنوها حبايب قلبي. طبعا انا قلت النهارده هجيب حوالي 10 كيلو مانجا عشان خزين رمضان، ومسكتهم كده غسلتهم كويس جدا. جبت المانجا المتماسكه، يعني مش اللي هي طريه وكده، لا متماسكه شويه كده ان احنا نعرف نقطعها بالسكينه ونعبيها في الكياس عشان نخليها خزين طبعا لرمضان حبايب قلبي. جبتها غسلتها وبعد كده حطيتها في الكياس اللي هي بتاعه اللبن، اللي هي الكياس اللي هي بتاعه عصير او يعني الكياس اللي بنحط فيها الحاجات في التلاجة يعني كده. انا كان عندي اكياس بصراحه جايباها كده للبن، بعمل فيها اللبن، بعبي فيها اللبن وكده. فانا جبت الاكياس ديت عملت فيها طبعا، خزنت فيها المانجا، خزنتها عملتها طبعا زي ما حضراتكم شايفين زي ما شفتوا كده قبل ما اعبي اكياس. طبعا حطيت فيها المانجا، طبعا احطها في التلاجة. طبعا المانجا دي زي ما قلت لحضراتكم يا حبايب قلبي فريش لسه جايباها طازه النهارده، طبعا معلهاش اي ميه، مانجا خام. طبعا لما اجي اضربها في الخلاط هبقى احط لها الميه بتاعتها لان انا ما حطيتش ميه فيها خالص، هي خام. عفوا حبايب قلبي، يا رب تكونوا بخير من داخل مصر وخارج مصر. كل متابع قناه هاني من البيت يكون بخير. انا قلت اصور معاكم كده وانا بقى هخزن المانجا، قلت اصور معاكم. طبعا انا بحط مانجا كمان يا حبايب قلبي غير المانجا دي، بحط مانجا سليمه برضو في التلاجة، بعبيها في اكياس برضو بحطها سليمه زي ما هي. يعني ان شاء الله باذن الله هوريكم المانجا اللي انا بحطها سليمه بعد كده باذن الله يا حبيب قلبي. وبتطلع صبحه زي ما هي، ما بيجرالهاش حاجه لو حطيتوها سليمه او عصير، ما فيش منها اي مشاكل. انا بحطها سليمه برضو في اكياس برضو وبتفضل فريش ما شاء الله. بقى في يوم كده هوريكم المانجا اللي انا بخزنها سليمه ان شاء الله باذن الله، برضو نفس الحكايه زي كده، بس بتبقى سليمه، ما بنحط الواحده بوحدتها كده وبتطلع فريش ما بيجرالهاش اي حاجه في التلاجة. حبايب قلبي يا رب تكونوا بخير من داخل مصر وخارج مصر. لو وصلتوا معايا لحد كده اشتراك في القناه، متنسونيش في اللايك يا حبايب قلبي والاشتراك في القناه عشان القناه تكبر بفضل ربنا ثم فضلكم. واشوفكم دايما على خير يا حبايب قلبي. استودعكم الله الذي لا يضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمه الله.